صباح الفل، صباح الورد، صباح السعادة. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض أجنحة مشوية بتتبيلة خطيرة وطعم لا يعلى عليه. بجد طريقتي مميزة جدا، هتعجبكم إن شاء الله. أول حاجة بجيب الأجنحة بتاعتي وبعمل لها محلول النقع، ملح وسكر وليمون وورقتين لورا وحبهان، وبنقعهم في المية كده بعد طبعا غسيل وتنظيف، وبسيبهم على رف التلاجة من بالليل للصبح أو قبلها بساعتين. بعد كده بجيب زي ما انتم شايفين 4 فصوص توم، بصلايه، طماطمايه، فلفل حامي وبارد، وواحدة ليمونه بقشرها، كله متقطع، واضيفه في الخلاط. بنزل عليه بمعلقتين كبار من الزيت، والسر بتاعنا كله معلقتين من العسل الابيض، بخليها تلمع وجوسي وحلوه قوي. وكمان واحدتين 3 حبهان وملح فلفل بابريكا، معلقه صغيره من كل اللي انا قلت عليه. بهارات فراخ، نص معلقه صغيره من الكباب الصيني، رشه على طرف المعلقه من الزنجبيل البودر، ورشه من بودره الزعفران. مفيش بودره زعفران حط كركم، مفيش مشكله. بضيف لهم كوبايه من الميه، وببتدي ان انا اخدهم في الخلاط كده اضربهم لحد ما يبقى الخليط بتاعي ناعم، مفيهوش بقى اي بصل ولا حاجه، كله مفروم. تمام، انا عايزه كله مفروم زي الميه كده، زي ما انتم شايفين. ده بيبقى لونها. بكون غسلت الاجنحه وصفيتها كويس جدا من محلول النقع، بنزل عليها بالتتبيله زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان ريحه التتبيله بجد بتبقى خطيره وبتبقى حلوه قوي. وتبليها على قد ما تقدري، ساعتين 3 4 قبلها بيوم. بصوا هتفرق جدا في الطعم، لان هي بتشرب من كل البهارات والتتبيله اللي احنا حاطينها، بتنقلها في حته تانية. بعد ما بسيبها وقت، بعد كده بشغل الفرن بتاعي على درجه حراره 250 فوق وتحت. انا بحطها على الشبكه وبفرش في الفرن كده زي ما انتم شايفين، من قبل ما بولعه ورقه فويل، عشان لو اي حاجه بتنزل زي ما انتم شايفين تنزل على الفويل على طول. ناخد بالنا واحنا بنرص، عشان فوق برضو بيبقى شغال، ما نتلسعش في ايدينا. تمام، ببتدي ارص على الشبكه. طب انا ما عنديش فرن زي ده وما عنديش شبكه، في صينيه، ما تزعليش نفسك، صينيه ورص فيها، بس فرشي فيها ورقه من الزبده ودخليها الفرن. عايزه اقول لكم هي بتاخد في الفرن من ساعه الا ربع لساعه، وتبقى زي الفل. زي ما انتم شايفين الورقه مفروشه، اي حاجه بتنزل بقى من الدهون، من الميه، من التتبيله، بتنزل عليه. بعد كده بشيلها ارميها وكأن ما عملناش حاجه في الفرن، والفرن بيفضل نضيف زي ما هو. بس بقى على درجة حرارة 250 لآخر وقت في التسوية. ببص عليها من وقت للتاني اهو زي ما انتم شايفين، عشان لو اخدت لون من فوق بسرعة وهي لسه مستوتش، بطفي من فوق وبسيب من تحت شغال. بس اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، هي استوت فوق وتحت مع بعض زي الفل. بصوا بقى شكلها، بصوا واخده لون حلو قوي بجد، تحفة. لازم تجربوا التتبيلة والطريقة دي للأجنحة، بجد حلوة قوي. والله والله أحسن من الفراخ 100 مرة، كلون وكطعم وكريحة ككل حاجة. ببتدي بقى أجيب الطبق اللي بقدم فيه، أنا فرشة فيه شوية كده من البقدونس أو الكزبرة، أي خضرة عموما بتودي الطبق بتاعك في حتة تانية. تمام، وابتدي بقى أشيل كله من الفرن كده زي ما انتوا شايفين. أخدت معايا بالظبط ساعة إلا ربع في الفرن، وكانت جاهزه معايا زي ما انتم شايفين. وما شاء الله تبارك الله، الحجم بتاع الاجنحه كبير. بصوا شكلها حلوه قوي بجد، التسويه بتاعتها مظبوطه جدا، لونها حلو. مش قادره اقول لكم بقى عامله ازاي من جوه، سخنه جدا طبعا، سخنه، مش قادره امسكها بايدي بصراحه. بس شايفين اللحم من جوه عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الله. انا اصلا ما باكلش الاجنحه ابدا ابدا مسلوقه، يا بعملها كنتاكي مقليه كريسبي، يا اما بشويها. يعني انا بحوش الاجنحه بتاعت الفراخ او بتشتريها، مش اي مشكله. بصوا التسويه بتاعتها عامله ازاي، والله العظيم الطبق ده احلى عندي 100 مره من فرخه مشويه. لو جربتوا الطريقه هتعرفوا انا اقصد ايه. بصوا العظمه من جوه عامله ازاي، شايفين، بيضه قشطه شمع فله منوره. بصوا اللحمه، لحمه مستويه، مش شاده ولا حاجه، ما شاء الله حلوه قوي. تقدري تحطي لها فحمايه، جربوها يعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو متنسونيش لايك وشير وكومنت حلو زيكم، شويه سلطات بقى وعيش او مكرونه، وبألف هنا وشفا. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.